السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا أكلة الناس المستعجلين، أكلة الناس اللي مش عايزين يقفوا في المطبخ كتير النهارده ويعملوا حاجة سريعة ويطلعوا على طول، أكلة الناس اللي زهقت من الطبيخ بقى واللحمة والفراخ وعايزين ياكلوا حاجة كده تفتح النفس وحرشة. ايه الأكلة دي؟ هنشوفها مع بعض، هنعملها ازاي وهي ايه. طبعا الرنجة او السمك المدخن، اللي هي معشوقة ناس كتير جدا وانا منهم بصراحة. لكن في علامات لازم ناخد بالنا منها لما نيجي نجيب الرنجة، وهي ايه؟ انها تكون متماسكة، الجلد بتاعها لونه ذهبي كده فاتح. لو علمتي بصباعك فيها علامة، العلامة ترجع تاني، ما تسيبش حفرة وتفضل زي ما هي. تكون ريحتها طبعا حلوة وغير نفاذة. بنتفق او نختلف في طريقة عملها، لكن انا عندي طريقة بصراحة معتمداها بقالي سنين. وهي ايه بقى؟ ان انا بجيب مية مغلية وانزل فيها السمكة بالشكل ده، مش بسيبها طبعا يعني تتهري، ده انا يا دوبك بتنزل من ناحية تطلع من الناحية التانية، بس يا دوب لغاية ما الاقي الجلد بتاعها بدأ يتفتح. على طول بشيلها من المية واطلعها بره. هنا من وجهة نظري المتواضعة الطريقة دي، ليه أنا بفضلها؟ علشان سببين. أول حاجة، لو فيها ملوحة زيادة بتنزل في المية. الحاجة التانية والأهم إنها بتعقم لي السمكة، ببقى ضامنة كده وأنا باكلها إني باكل حاجة بصراحة نظيفة. في ناس بتحطها على النار، في ناس بتدخلها الفرن، مفيش مشكلة، كل واحد والطريقة اللي بيفضلها يعني. لكن أنا دي طريقتي، وأتمنى لو جربتوها إن شاء الله يعني إيه، تقولوا لي إنها عجبتكم ولا لأ. هنخلص بقى السمك اللي عندي كله بالشكل ده، زي ما انت شايفة اتفتحت كده وبان حتى البطروخ اللي فيها. ولما نيجي بقى نطلعها على حاجة كده تكوني مغلفاها بالاسترتش عشان ما تبهدلكيش الدنيا. طيب هنيجي نفتحها ازاي؟ هنفتحها بقى من الظهر، تمام؟ لان فتح الظهر بيحافظ على السمكة اكتر ما تفتحيها من البطن من قدام. زي ما هتشوفي برضو كده هتطلع معاكي قطع السمك قطع متماسكة، مش مهرية، تقدري تطلعي البطروخ بسهولة برضو ما يتبهدلش. وهنا انا كنت جايبة البطروخ اللي هو كافيار، اللي هو خشن، مش البطروخ الناعم. برضو بيبقى طعمه حلو جدا ومتميز عن البطروخ الناعم، ولو ان في ناس برضو بتفضل التاني عن ده، فدي طبعا اذواق في الاكل يعني. زي ما هتشوفي كده، شوفي البطروخ بيطلع بسهولة جدا. بتشيلي بقى الحاجات الزوائد اللي بتبقى عليه دي وتنضفيه كويس. في ناس بتقول لي طيب ما هتعدب كده قوي وكل الملح اللي فيها هينزل بقى وهتلاقي طعمها دلع. هقول لك الطعم الدلع انا اقدر اعالجه، يعني احط له بقى ليمون، احط له ملح، زي ما انا عايزه، يعني هملحها بطريقتي انا قدامي اثناء الاكل. لكن يعني ان انا اجيبها بملحها كله كده وتبقى ملحه زياده، بيبقى طبعا ده مش صحي ابدا. كمان حاجه تانية، الطريقه بتاعت فتح الظهر بتخليك تقدري تطلعي السلسله او الشوكه الكبيره اللي بتبقى في الظهر دي بمنتهى السهوله، من غير ما تتهدر منك السمكه ومن غير كمان ما تتهري. طيب بيبقى فيه غشاء كده لونه اسمر، ده تقدري تطلعيه وتتخلصي منه بشوكه او بالمعلقه او حتى بالسكينه. ده بيساعد على ان ايه، يطلع كمان كميه من الشوك معاكي وتتخلصي من الايه، الماده السمراء دي. زي ما انت شايفة كده، بصراحة البطروخ طالع سليم، طعمه كان حلو جدا جدا. هاي ده اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي السلسلة اللي في الظهر دي بتتشال بمنتهى السهولة، وكمان اقدر اقشرها برضو من غير اي معاناة خالص. الطريقة دي بتخلي لي القشرة تفصل على طول اثناء التنظيف. ومعلش هي بتبقى يعني شوية صعبة، لان اولا السمك فريش، وده دليل مهم جدا، مش مهري. وكمان الجلافز بيبقى التعامل بيه مع الاكل يبقى شويه صعب، مش سهل. وزي ما انت شايفه بقول لك اهوت، بننضف بقى الماده السمراء دي بالمعلقه او بالسكينه. في حاجه مهمه كمان عايزه اقول لك عليها، تعرفي منها ان السمك ده فريش ولا لا. وهو انك لما تيجي تطلعي الشوك منها تحسي الشوكه بتطلع من اللحم بصعوبه. ده دليل على ان هو فعلا كان طازه، وان هو طبعا صالح للاكل، مش لا سمح الله منتهي الصلاحيه ولا حاجه. لو هو سمك مش مظبوط هتلاقي الشوك بيطلع بسهوله، القشر بسهوله، كل حاجه كده يعني مهريه مش ظريفه.
طيب هنيجي بقى نحطه في الاطباق زي ما انت شايفه، وهنحط عليه حاجه مهمه جدا عملناها مع بعض في القناه، والله ما عشان انا اللي عاملاها، لكن هي فعلا طلعت حلوه قوي، وهي الطحينه يا جماعه. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. بصراحه ممتازه، انا كنت عاملاها لا سميكه قوي ولا خفيفه قوي، فتقدري برضو لو حابه تخفيها شويه عن كده مفيش مشكله. انا حطيت منها على طول من البرطمان على الرنجه بتاعتنا، وحطيت جنبها بقى الفلفل الحامي وشويه زيت زيتون والليمون، الحاجات اللي بتحبها الرنجه. تقدري تقدميها سلطه، تقدري تقدميها بالشكل العشوائي اللي انا قدمتها بيه ده عشان كنت مستعجله بصراحه. فيعني انت بقى والطريقه المنمقه اللي تحبي تقدميها بيه. يعني الطبق بتاعك زي ما انت شايفه كده، والطماطم والبصل الاخضر بقى، ويعني ايه اديها عيش بلدي بقى. وان شاء الله الوصفه تعجبكم وتكون سهله، او التركات اللي انا قلتها فيها تستفيدوا منها باذن الله. يا رب اشوفكم في فيديو قادم وانتم بالف خير، مع السلامه.